محمد حياك الله على موقع ميديا سبورت. هل تحدثت عن قائمة منتخبنا؟ نعم، هي القائمة ظهرت يوم أمس عبر وسائل الإعلام، ضمت 25 لاعب. هي هاي القائمة النهائية اللي راح يختارها الجهاز الفني الإسباني اللي راح نتواجد فيها في معسكر روسيا. راح تتضمن معسكر لمدة تقريبا من 6 إلى 7 أيام، بضمنها مباراة مع منتخب روسيا في مدينة سانت بطرسبورغ. بعد استبعاد بعض اللاعبين، هل هو غيابات من قرار فني؟ نعم، أنا دائما ما أفضل كلمة استبعاد بقدر ما هي خيارات للجهاز الفني باختيار اللاعبين. بالتالي هو لا يوجد أفضلية لاعب عن آخر بقدر ما هي أنه المدرب لا يزال في طور رؤية اللاعبين، وأنه تكون رؤية عنده واسعة لجميع اللاعبين سواء المحليين والمحترفين. وبالتالي هي أفضل فرصة للجهاز الفني أن تكون هذه الفرصة من خلال المباريات التجريبية والمباريات الودية في فيفا داي، أفضل مما أنه يجرب لاعبين في بطولة رسمية. نعم، احنا لم نتخذ قرار المشاركه او من عدمها بقدر ما كان قرار من الجانب اتحاد غرب اسيا بتاجيل البطوله، اللي هو ما اربك الحسابات وخلانا بصوره غير واضحه امام الاعلام. لكن اعتقد انه قرارات اتحاد غرب اسيا انه ربما في الافق انه تقام البطوله في شهر سبتمبر القادم، وبالتالي عندما تقام ان شاء الله نكون جاهزين في المشاركه فيها. تمام استاذ محمد، انه اللاعب حسين جبار كان متواجد في القائمه. نعم، في القائمه الاوليه، لكن تم استبعاده في الوقت اللاحق. لا، هو ماكو استبعاد، قلت لك انا يعني بقدر ما هو رؤيه المدرب في اختياراته للاعبين، فكانت هذه القائمه النهائيه. يعني الغايه قبل انه نعرض القائمه لوسائل الاعلام كانت هي بالاصل 23 لاعب، لكن المدرب ارتأى انه يستفاد من فتره المعسكر ويضيف لاعبين اخرين فاختار 25 لاعب. يعني ربما فتره المعسكر تشهد مشاركه ال 25 لاعب اللي ظهروا في القائمه، وندخل المباراه بطريقه رسميه ب 23 لاعب، وبالتالي هي فرصه طيبه للجهاز الفني في اختبارات اللاعبين جميعا. سواء كانت قائمه نهائيه راح تكون للمنتخب؟ لا، هي مو قائمه نهائيه، دائما انا قلت لك المباريات التجريبيه هي افضل فرصه للمدرب في اختياراته للاعبين. يعني وحيظل حتى في المرحله القادمه اكو فتره توقف دولي في شهر 6، ايضا راح تكون قائمه جديده للاعبين.